تكتشفي ان كلامك مع الناس ما كانش هو اللي بيحللك مشاكلك، انك ما كنتيش محتاج كل المساحة الخارجية دي من الفضفضة وطلب العون، بس كنت محتاجة انك تطلعي الكلام اللي هنا براكي. فمش الفضفضة مع الناس هي اللي ساعدتنا، بالعكس اوقات اصلا بتجيب مشاكل. بس غالبا ما بنبقى محتاجين نطلع الكلام ده زي ما قلتلكوا برانا، ونبقى حقيقيين في وصف مشاعرنا وافكارنا، نتكلم بصراحة عننا. وانا اكتشفت ان اكتر وقت انا بتكلم فيه بصراحة عن نفسي بيبقى لما بتكلم مع نفسي. اختاري الطريقة اللي تناسبك، افتحي فيديو تكلمي قصاده، افتحي فويس نوت على الواتساب شات بتاعك، او حتى تختاري انك تجيبي ورقة وقلم وتكتبي فيهم افكارك. لاني ادركت زي ما انا مش مهتمة اعرف ايه اللي جوه الناس، بالتالي برضو محدش من الناس مهتم يعرف ايه جوايا. وباي ذا واي دي مش حاجة تعيسة. ولو في صوت جوه دماغك دلوقتي بيقولك ان كل ده كلام فاضي، فانا جايالك من عندك واقولك انه انا كمان كنت شايفة ان انا اطلع مشاعري على ورق او ان انا اطلع اتكلم عنها دي حاجة بايخة وملهاش لازمة ومش هتحل حاجة. بس عايزة اقولك انك وانس انك تجربيها مرة عمرك ما هتعرفي تبطليها تاني. هتبقي مستنية كل يوم يعدي او حتى مش كل يوم، انا مش بكتب كل يوم، تحسي شعور جديد عشان ترجعي تكتبيه في اخر اليوم. الموضوع ده هيأثر معاكي بطريقة ما تتخيليهاش. النهارده ودلوقتي جربي تكتبي اللي حسيتيه اخر فترة، وانا متأكدة ان بعد اقل من الاسبوع قولي ان دي من احلى الخطوات اللي خدتيها في حق نفسك.